سلام البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واليوم غنشارك معكم فقاص بشكل جديد. كنحتاجو ياغورت، كاس لارب الزيت، كاس لارب سنيده، 3 البيضات، خماره، شاصيه ديال الفاني، وكيف ما كتشوفوا البنانات. دوك البنانات غنيين عن التعريف، كيتباعوا عند مول الحانوت او كيتباعوا عند مول الحلوه مقطعين، ولكن انا شريتهم هكاك عند مول الحانوت وقطعتهم كيف ما كتشوفوا بالوان مختلفه. والطحين حسب الخليط. كنديرو هنايا 3 ديال البيضات في شي قصيعه ديالنا او اي حاجه كتخدموا فيها، وما تنساوش قبيصه ديال الملح البنات، انا ما ذكرتهاش في الاول. كيجي زوين صراحه، رائع. والشكل ديالو هماوي يعني، وتا الوليدات كيبغيوه لان هذا الفقاص مختلف، ماشي بحال الفقاص البلدي العادي. لان هذا الفقاص اللي غنديرو اليوم غندهنوا له الشكلاط من الفوق وندخلوه المجمد يجمد عاد نقطعوه. كيف ما كتشوفوا هنايا درت 3 البيضات سنيده، قبيصه ديال الملح الفاني، غادي نزيد الزيت وكنضربو مزيان حتى يتجانس لينا البيض مع المكونات الاخرى. بالنسبه للوليدات كيعجبهم بزاف لان فيه الفواكه الجافه، فيه الا يمكن لكم تزيدوا حتى الفواكه الجافه، علاش لا؟ مع هذوك الفواكه المعسله. غادي نزيدو هنايا ياغورت، حتى هو غادي نمزجوه مزيان مع الخليط. كيف ما قلت لكم الوليدات كيعجبهم هذا الفقاص لان فيه الشكلاط اللي هو غنديروه في الاخر ان شاء الله. وفيه هاد الفواكه المعسله غنيه عن التعريف. شكون اللي ما كتعجبوش هذيك البنان ديال مول الحانوت؟ راه ماشي شي ما يعني ما غاليش، غير 2 ريال يمكن لك تشري مثلا غير 5 أو 10 تقطعيهم حتى تزيديهم مع الفقاص، كيجيو صراحة رائعين لا في المذاق ولا في الشكل، وبنانين سبحان الله، بنانين ماشي بحال الفواكه اللي كنشريو من عند مول الكاطو او من كارفور ولا من شي بلاصه اخرى. ولكن بالضبط هذاك البنانات اللي كنشريهم من عند مول الحانوت كيكونوا غنيين عن التعريف وبنانين صراحه، فيهم واحد البنه فريده. دابا غنزيدو الفواكه المعسله حتى هما غنخلطوهم مع الخليط ديالنا. هو من الافضل البنات تخدموا بيديكم لان الخدمه باليدين كتكون مريحه اكثر ما تخدموا بالفوي او بشي معلقه. فمن الاحسن تخدموا بيديكم باش كتحكموا في الخليط. انا هنا ما قدنيش دوك الفواكه جاوني قلالين شويه، فزدت هادو ديال مول الحلوه اللي سوغيز مقطعين حتى هما خلطتهم مع البنانات اللي كنت ديجا قطعت. فانتوما لكم الاختيار، يا اما البنانات يا اما لي سوغيز، او كانوا عندكم في الدار متوفرين علاش لا ديروهم بجوجهم تخلطوهم. فانا زدت هذوك لي سوغيز كانوا عندي صراحه غير شايطين وزدتهم حتى هما زادوا عطاو منظر وجماليه صراحه. راك تعرفوا الالوان الحمار مع الخضار الصفر كيعطيو الوان زوينه، منظر زوين. فتا هما زيدوهم الا كانوا عندكم علاش لا. دابا غادي نزيد الطحين وغادي نزيد الخماره حتى هي درتها تغربل. الطحين البنات من الاحسن نغربلوه باش ما يخليناش دوك الكويرات، اولا كانت فيه شي حاجه كيف ما كتعرفوا عند مالي الحوانت. فماشي ما تلقايش الطحين صافي 100%. فمن الافضل تغربليه وكنخلطوه البنات. كنبقاو نزيدو الطحين على حساب الخليط حتى يتجمع لينا الخليط مزيان.
أنا هنا احتاجيت تقريبا شي كيلو اللارب أو أكتر. فأنا ما نقدرش نقول لكم نتوما شحال خصكم ديروا الطحين، لأن كيف ما كتعرفوا الطحين كيكون نوعيات مختلفة. كاين اللي كيشرب دغيا، كاين اللي ما كيشربش، كاين اللي كل واحد وكيفاش داير. كيف ما كتعرفوا البنات الفقاص ما كيتسدلكش، كنحاولوا غير ندخلوا فيه الطحين وصافي يعني بصبعنا، ولكن عمرنا ما ندلكوه بالكف لانه هو ماشي بحال الخبز. كنجمعوه بهذه الطريقه هذه، كندخلوا فيه الطحين غير بشويه. انا هنا هاد الطحين اللي عندي ما كيشربش دغيا، ف كنزيد بشويه بشويه. كيف ما كتشوفوا غير بالسبعان، ما كنخدموش بالكف نهائيا. وبعد ما غنجمع العجينه ديالي غنخليها ترتاح غير شويه، وغنكون حريبلات الفقاس بحال الفقاس العادي تماما. وغادي ندير حريبلات، وغادي ندهن القزديره ديالي، وغادي ندير الحريبلات بحال هاد الشكل هادو. صافي البنات، وغادي نحطهم في القزديره ديالي وندخلهم فران بارد حتى يطيبوا يخرجوا. هذيك الساعه عاد غادي نخليهم حتى يبردوا عاوتاني من الفران، وغادي نذوب الشكلاط وغادي ندهنهم من الفوق وندخلهم المجمد شويه، ونعاود نخرجهم ونعاود ندهنهم المره الثانيه، ونعاود عاوتاني ندخلهم للمجمد حتى يبردوا مزيان. عاد نبدا نقطعهم، يعني كيجي فيهم واحد الشكل رائع صراحه البنات. كيف ما كتشوفوا البنات، هذا هو الشكل النهائي من بعد ما دهنتهم بالشكلاط. ذوبت شويه الشكلاط مع شي شويه ديال الزيت في حمام مريم، ودخلتهم المجمد المره الاولى، وعاود خرجتهم، وعاود دهنتهم المره الثانيه، وعاود دخلتهم حتى نشف وجمد الشكلاط، وعاود خرجتهم وقطعتهم بهذا الشكل هذا، وقدمتهم في هذا الطبق للتقديم. وكنعتذر لان تحذف لي المقطع ديال كيفاش درت قطعتهم وكيفاش درت دهنتهم. المهم انا راني شرحت لكم كيفاش ديروا، طريقه سهله مهله، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المشاهده.